من الكيبورد زرار الويندوز والار هيفتح لنا الرن، ونكتب امر بريفاتش هيفتح لنا صفح. الصفحه ديت هنقعد يعني ندلت فيها. اول صفحه معانا اللي هي بتاعه الامر بريفاتش نكونتينيو كنترول اي سيلكت اول، وبعدين اللي هو شيفت ديليت عشان نحذفها خالص، وبعدين كانسل يعني مش لازم باقي الصفحه التانية تزال. بعدين نفتح الرن تاني والامر التام بقى يفتح لنا صفحه كنترول اي وبعدين شيفت ديليت. ما بيأثرش على الجهاز يعني، دي تمبريز وفايلات بتخش تراش يعني، هي بتعمل مساحه على الفاضي. والرن تاني وبعدين البيرسنت 10% الامر دوت هيفتح لنا صفحه كنترول اي شيفت ديليت على طول، وبعدين نكنسل. بعدين هنحذف الريسايكل بن عندنا لو فيها اي داتا نمسحها، ونفتح السيرش هنكتب CL على طول هيظهر لنا ديسك كلين اب اللي عايزينها، وبعدين نحدد اللي احنا عايزينه. انا عايزه السي فاوك دوت هيحمل شويه. بعدين هيفتح لي الفريم ديت نشوف كل اللي فيهم اللي واخدين المساحه يعني 1 ميجا بايت و178 فنعلم عليه. بعدين نعمل كلين اب سيستم فايلز اوكي. هنستنى ما يحمل شويه. تمام ظهر الفريم دي. بعدين ندوس اوك ونديليت الفايلز. ومرة أخيرة الفايلز دي مش بتأثر على الجهاز، دي بتعمل مساحة على الفاضي. ونفتح الرن والسي ام دي وبعدين شيفت كنترول وانتر عشان نشغل السي ام دي as administrator. تمام. ونكتب الأمر ده cfc/scan now دوت بيسكان الجهاز وبيشوف أي فايلات مبهدلة الجهاز ومخليه متعطل فبيحرقها أو بيحذفها على طول، بيعمل verification للجهاز. فهو هنسيبه بيحمل وبياخد شوية وقت على ما يحمل. وبس كده وصل 100% وخلاص يعتبر التحميل خلص، وكده تقدر تستمتع بالجهاز. المساحة قليلة شوية والجهاز بقى سريع يعني مش هيبقى بطيء تاني، وانتوا محتاجين تنفذوا الحاجات دي كل فترة والتانية. شكرا.